السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نتكلموا على سكينة بن جلون. هذه السيدة التي بدل أن تلجأ إلى المؤسسات الخاصة لحل نزاعاتها مع طليقها فيما يخص الممتلكات والمال والأبناء، فضلت أن تلجأ إلى شراع يدها أو الانتقام بنشر حياتها الخاصة مع زوجها وأولادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقامت بنشر صور أطفالها في وسط الجو الذي هو محتقن بدون موافقة الزوج أو الأولاد بصورة بشعة، الشيء الذي سيؤثر على مستقبل أولادهما ومما سيعرضهم إلى التنمر. قامت كذلك بنشر صور حميمية فيها قبولات وسفريات بينها وبين زوجها الذي هو رجل معروف، له سمعة وله عمل، له علاقات مهمة مع أشخاص مهمين في المجتمع. أخذت تلك الصور من الأرشيف ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأكثر من ذلك تتوجه إلى منزله وتصوره بقوة ضد زوجها ونشر جميع الصور. كل هذا يخترق القانون وفي قوانين معروفة داخل القانون الجنائي. أعطت صورة مشوهة للأم المغربية مع القدوة السيئة، مع أن الطلاق لا ينهي علاقتها بأولادها ومسؤوليتها تجاههم. مدرسة الأطفال يتحدثون عن تصرفات هذه الأم التي دخلت عالم البغاء، أمور لا أخلاقية تخدش بالحياة. تعرض أولادها للتنمر، عرضتهم للخطر. هي الأم ديالهم بكل الأسف مارست التحرش من طرف العديد من الرجال أو أشباه الرجال عبر لايفات كثيرة. كانت كثيرا ما تعمل لايفات في الليل، تقول أنها في النهار يعني دائما كتكون في المحكمة وليس لها بديل من غير تيك توك لكي تأكل وتلبي حاجياتها اليومية. هذه السيدة التي كان ممكن تعمل يعني حاجة بسيطة، وهي أنها تترك كل شيء للقضاء والمحكمة، لكنها التجأت لطرق دنيئة للأسف. وهذا السيد اللي هو طريقها كان هو ممكن كذلك يعمل شرع يده ويرتكب ما هو أخطر، لكنه فضل الالتجاء للقانون وعوض ما يبادل الابتزاز بالابتزاز ونشر الصور بنشر الصور، حطمت أولادها وعرضتهم للقيل والقال، ومستقبلهم يعني صراحة مما يحدث في الأمر في خطر، خصوصا وأنهم لا زالوا أطفال ونفسياتهم جد 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 يعني يعني النفسية تتأثر بسرعة. هذه الخلافات الزوجية بدل ما كانت يعني تتحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت عوض ما تتحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي والصراعات العائلية لتصفية الحسابات، التجأت لطرق لا أخلاقية بدل اللجوء إلى المؤسسات الخاصة. عندنا قضاء الأسرة الذي هو مختص في حل النزاعات العائلية. بدأت ظاهرة اللجوء إلى مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات. للأسف يكون غالبا ما الأطفال أو الأبناء العائلة هم الضحايا. كانت تستغل الخلاف مع زوجها من أجل الوصول إلى الشهرة. امرأة ليست عادية لأن لها 4 أبناء وكل واحد منهم يمكن يتمناهم. ربة أسرة التي كان عليها أن تحافظ عليها لتنتقل إلى عالم الأوساخ، انتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي وبصورة وثيقة. هذه السيدة المعروفة بأغلى طلاق في المغرب وضعت النيابة العامة بالدار البيضاء المؤثرة واليوتيوبرز المشهورة بأغلى طلاق في المغرب سكينة بن جلون رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي. وأحال وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء مساء الخميس المعنية بالأمر على السجن المحلي المعروف بسجن عكاشة، وجرت بتهمة التشهير بناء على الشكاية التي قدم بها طليقها السابق أمام النيابة العامة لتتم محاكمتها. أثارت جدلا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بكونها معروفة بأغلى طلاق في المغرب بعد الحديث عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع طليقها بسبب الأموال والأبناء. وكانت محكمة الأسرة قد حكمت على طليقها بأداء 720 ألف درهم موزعة بين 700 ألف درهم كنفقة المتعة و20 ألف درهم لنفقة المنزل.